السلام عليكم. تعالوا النهارده ان شاء الله نعمل مع بعض ألذ واطعم طبق كبد وقوانص. هنعمله بطريقه سهله جدا وبسيطه، والطريقه اللي انا عملتها بيها النهارده جربيها هتعجبك جدا. انا مش هقول لحضرتك ان هي زي بتاعه المطاعم، لا هي فعلا احسن من بتاعه المطاعم في الريحه والطعم، طعمها خطير. بشويه تكات وتفاصيل بسيطه جدا بس هتنقل لنا طعم الكبده بتاعتنا في حته تانية خالص. يلا نبدا على بركه الله، نشوف المكونات والمقادير وطريقه التحضير ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجه هنعملها هنعمل خليط النقع للكبد والقوانص، ودي اهم حاجه في الوصفه بتاعتنا. طبعا خليط النقع ده لازاله اي زفره في الكبد والقوانص. بولة فيها لتر ونص من المية، ضفت فيها 4 معالق من الملح كبار، وضفت كمان عصير 4 ليمونات. ضفت كمان 4 أو 5 ورقات من اللوري. ضفت معلقتين كبار من الخل الأبيض، وده قشر الليمون اللي أنا عصرته. هبدأ أقلب كل المكونات مع بعضها. طبعا الخليط ده حلو جدا، بيزيل أي زفارة في الفراخ أو الأسماك أو الكبد والقوانص. معايا ده كيلو من الكبد والقوانص، غسلته كويس تحت الحنفية بمية فترة وزلت منه أي شوائب، وهبدأ أنزل بيه في الخليط بتاعنا وهسيبه لمدة ساعة. ده كده شكل الخليط بتاعنا بعد مرور ساعة. طبعا شايفه شكل الميه عامل ازاي. طبعا الخليط ده حلو جدا، ازل اي زفاره في الكبد والقوانص واي دم زياده في الكبد والقوانص بتاعتنا. هناخد الكبد والقوانص نغسلها كمان 3 او 4 مرات تحت الحنفيه لحد ما يبقى شكلها ابيض كده زي الفل، يفتح النفس ان احنا نشتغل فيها زي ما انت شايفاها قدامك كده بالظبط. هنحط حله على النار فيها ميه بتغلي، هنزل فيها ببصلايه متقطعه 4 تربع. معايا معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، معلقة كمان صغيرة من البهارات السبعة، 4 أو 5 فصوص من الحبهان، 4 أو 5 فصوص من الكوبيبة الصيني، وممكن تضيفي ورقتين لوري بس أنا نسيت أضيفهم. وبعد كده بقى كده احنا نكهنا المية اللي هنسلق فيها الكبد والقوانص. هبدأ أنزل بقى بالكبد والقوانص بتاعتنا عشان نسلقها في قلب المية. ودي طريقة أفضل من إن احنا نضيف الكبد والقوانص على الخضار وهي متقطعة بدين سليق. لكن لما بنسلقها برضو بنحافظ على ان احنا ان هي تكون نتأكد ان هي تكون استوت، وفي نفس الوقت بحافظ على ان ما يكونش برضو فيها اي ريحة ولا اي زفارة. زي ما انت شايفة كده انا هسيبها بقى لمدة نص ساعة بالظبط على البوتاجاز، واول ما تستوي ضفت عليها 1.5 معلقة من الملح. هي كده شكلها بعد ما استوت. خلاص هنطلعها في طبق بقى ونسيبها تبرد، وهنقطعها بعد كده قطع صغيرة. طبعا الشوربة بتاعتها دي بصراحة انا ما بعملش بيها اي حاجة، انا برميها. هنسيبها تبرد بقى ونشوف هنشتغل ان هنعمل ايه بعد كده. طبعا انا قطعت الخضار بتاعنا فلفل اخضر، فلفل احمر، فلفل اصفر، 3 أو 4 بصلات، والخضار هنا على حسب الرغبة. انا قطعت كل الخضار بتاعي جوانح. حلة على النار هضيف فيها معلقتين كبار من الزيت. طبعا انا مش هعملها بسمنة، وهقولك ليه برضو دلوقتي. معلقتين كبار من الزيت، اول ما يسخنوا هنزل بقى هنا بمعلقتين كبار من الثوم. وخلي بالك بقى من التكات والتفاصيل اللي جايه دي، لان هي دي سر المطاعم، وهي دي اللي هتخلي لي الكبد والقوانص بتاعتي ريحتها افضل واحسن وطعمها من اي مطعم. هنضيف معلقتين كبار كده من الثوم المهروس، وهبدا اشوحه كده في الزيت. اول ما الثوم بتاعي كده ريحته تطلع ويدبل، انا مش عايزاه ياخد لون ذهبي، انا لسه عايزاه يدبل شويه كده وريحته كده اشمها وريحته تطلع معانا. هبدا اضيف عصير ليمونتين وعليهم معلقه صغيره من الخل. ودي تكايه مهمه جدا مش هنقدر نستغنى عنها في الوصفه. هضيف كمان معلقه كبيره من الكمون ومعلقه كبيره من الكزبره الناعمه. انا لسه هضيف توابل تانية، بس دي زي اسمها طشه كده الكبد والقوانص او طشه الكبده. دي اسمها طشه او دقه كده، بنحط فيها الخضار بتاع الكبده، بتخلي لي طعمها روعه وريحتها اروع. طبعا بعد مرور دقيقه كده في التوابل مع الثوم مع الخل مع الليمون، هبدا اضيف الخضار بتاعي اللي هو البصل والفلفل الالوان اخضر واصفر واحمر، وهبدا اقلب بقى كده الخضار بتاعي في الطشه الجميله اللي انا عملتها. طبعا انا ضفت كمون وكزبره ناعمه، هضيف كمان معلقه كبيره من الفلفل الاسمر المطحون.
ولو حابه تضيفي شويه من بهارات اللحمه او الفراخ او بهارات السبعه مفيش مشكله، بس انا اكتفيت بالبهارات الاصليه اللي هتخلي لي الطعم حلو، اللي هي معلقه من الكمون، معلقه من الكزبره، معلقه من الفلفل الاسمر. طبعا قلبت كل الخضار بتاعي زي ما انت شايفه كده، وهسيبه لمده من 7 دقايق ل 10 دقايق على النار. وطبعا ضفت الملح بتاعي اللي هي معلقه صغيره من الملح، والملح هنا على حسب الحاجه، على حسب كميه الخضار اللي حضرتك حطاها، وكميه الخضار برضو زي ما حضرتك عايزه، ممكن تكتريها وممكن تقلليها زي ما يعجبك. انا سبتها من 7 دقايق ل 10 دقايق. طبعا هي استوت معايا لكنها بتقرمش، ما خليتهاش تستوي انها تتهري. تمام. ودي الكبد القوانص بتاعتنا. طبعا انا سبتها بردت وقطعتها قطع صغيره زي ما انت شايفه كده. هبدا اقلب بقى القطع الكبد والقوانص كده في الخضار اللي احنا عملناه والطشه الجميله اللي احنا عملناها. هسيبها لمده قد ايه؟ هسيبها لمده دقيقتين، ومش هقلب فيها كتير عشان الكبده بتاعتي ما تتهريش معايا في قلب الخضار. والتكايه دي حلوه جدا. معايا هنا قرنين شطه خضراء حاميه، ده لو عايزاها سبايسي. مش عايزاها سبايسي خلاص استغني عن الشطه. انا بس بقلب الشطه فيها لمده اقل من دقيقه، وبعد كده طفيت عليها النار وبقى شكلها معانا بالشكل الجميل ده. يلا نقدمها ونعمل منها ألذ واطعم سندوتشات. طبعا طبق بقى حضرتك جرنشي زي ما يعجبك، او قدميه بالطريقه اللي يعجبك. انا جبت طبق وحطيت فيه كده ورق من الجرجير، وممكن تضيفي شويه من البقدونس بدل الجرجير، او ورق من الخس. وابتديت ان انا اعرف الكبده بتاعتي شكلها بالجمال ده. تخيلي بقى طعمها كده مع الطشه مع الخضار مع شويه التوابل اللي احنا حطيناهم، لا حاجه كده من الاخر. عشان كده قلت لك انت لما هتجربيها بالطريقه دي هتدمنيها، يعني بجد تحفه. مش هتشتريها من اي مطعم تاني، مش هتلاقيها بالجمال ولا النظافه دي من اي مطعم. طبعا ممكن تقدميها في الطبق زي ما هي كده، مع شويه من الرز الابيض، او شويه من الرز البسمتي، او شويه من الرز ابو شعريه، مع طبق بابا غنوج، مع شويه كده من سلطه الطحينه، مع شويه من سلطه الحاتي، مع شويه برضو من الرز البسمتي، يعني زي ما يعجبك. احلى واطعم رغيف بلدي بقى، ومحطينا فيه كده شويه من الجرجير. وهنبدا بقى نعمل السندوتشات بتاعتنا زي ما انت شايفه بالشكل ده. بجد طعمها تحفه وشكلها زي ما شايفه قدامك. طبعا هنضيف كمان عليها معلقه كبيره من سلطه الطحينه. طبعا دي طحينه خام، انا حطيت عليها عصره ليمونه ومعلقه من الخل، شويه من الكمون، شويه من الميه المغليه، وقلبتهم مع بعض وبقت معايا ألذ واطعم سلطه الطحينه زي ما انت شايفاها بالشكل ده. حطيت معلقتين كده على السندوتش بتاعنا، وبقى شكله تحفه يفتح النفس. انا بكده اكون انتهيت من الوصفه. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، دعمكم شرف كبير ليا. ولو حضرتك بتعملي الكبد والقوانص بطريقه تانية غير دي قوليلي في التعليقات. في حفظ